تفضل، ما دينك؟ مسيحي. نعم تفضل. كيفك شيخ؟ خير الحمد لله. بس عندي آية 50 سورة التوبة، ممكن تشرح لي إياها؟ تفضل اقرأ الآية. يا أيها النبي إننا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. هذه ليست في سورة التوبة. على كل حال هي سورة بالقرآن. هذه في سورة الأحزاب وليس. سامحني. نعم سامحني. أزواج التي أتيت أجورهن وما ملكت. قرأت الآية خلاص وصلت الآية. وين دقيقة. لا تقرأ الآية لأنك تقرأها خطأ. لا تقرأ الآية لأنك تقرأها خطأ. كيف؟ إيه تقرأها خطأ. اقرأها أنت. سأقرأها بس قل لي ما اعتراضك على الآية. تفضل. اقرأها خلي يسمعون المستمعين واشرحها. أبشر أقرأ لك الصفحة كلها. لا بس الآية. لا أقرأ لك الصفحة. ليش مش جبتك الصفحة كلها يعني؟ يلا بس شوف في شرط. تمام أنا أقرأ لك الصفحة بس عندي شرط تقبل به هذا الشرط؟ تفضل. لا تقرأ الصفحة كلها أخي، بس سؤالي محدد، بس أقرأ الآية. تشترط علي، مش أنت اللي تشترط علي. أنا سأقرأ الصفحة كلها وأنت تقرأ نشيد الإنشاد 7. اتفقنا؟ صح. اتفقنا. وعد. ها؟ وعد. تمام جميل. الليلة فل كده. خليني طبعا هو سياق القصة أصلا سياق الآيات يبدأ من الآية 38. هذا يبدأ سياق الآيات هكذا، لأن لابد أن تفهم السياق كامل مش تأخذ ما يحلو لك. تمام؟ طيب نبدأ من الآية 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك
وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ها أنا قرأت الصفحة كلها والسياق كله، والحديث أن الله عز وجل قد أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من بنات عمه أو بنات عماته أو بنات خاله أو بنات خالاته أو امرأة مؤمنة إذا جاءت ووهبت نفسها. ما معنى وهبت نفسها؟ أي أنها وافقت على الزواج بلا مهر، وافقت أن تعرض نفسها للزواج بلا مهر. معنى وهبت أي أسقطت عن نفسها حق المهر والصداق، فعرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بلا مهر. هذا معنى وهبت. كويس. المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده أي امرأة تزوجها بالهبة، لأن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ورد في تفسير القرطبي وتفسير الطبري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة موهوبة. وكان كما جاء في الصحيح أن امرأة جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضت نفسها للزواج بدون مهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بالنساء، وتزوجها أحد الصحابة. فأن تهب المرأة نفسها ليس معناها شيئا خاطئا، وإنما معناها أسقطت عن نفسها حق المهر، لا تريد مهرا بهذا الزواج، فسمى الله عز وجل هذا الزواج زواج الهبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة أو لم يدخل بامرأة كانت موهوبة. الآن يلا أعطيتنا وعدا أن تقرأ نشيد الإنشاد 7، ولا أظنك تفي بالوعد. تفضل اقرأ لنا نشيد الإنشاد 7 لو سمحت. حبيبي شو العبرة؟ رب العالمين سمح له. لا هذا هروب. قد أعطيت وعدا، كن رجلا. أنا رجلا وأعطيتك وعدا. تمام، يلا اقرأ نشيد الإنشاد 7 ولا تهرب. تفضل حبيبي أنت قريت ما افتهمت. اقرأ نشيد الإنشاد 7 ولا تهرب. خفت تشرح. من اللي خايف الآن؟ اللي خايف هو الذي يرفض قراءة كتابه. وأنا تلوت كتابي بكل فخر وعزة، لم تقرأ نشيد الإنشاد لأنك تخشى يا شيخ. تعرف أنه هو عار، تعرف أن نشيد الإنشاد عار. شفتوا يا إخوة؟ أعطى وعدا. اكتم عليه الصوت يا أخ محمد إلى أن يقرأ نشيد الإنشاد. اكتم عليه الصوت. يلا اقرأ نشيد الإنشاد 7 ولا تهرب. قد قرأت كتابي بكل فخر. أنا لا أريد منك أن تشرح نشيد الإنشاد، فقط اقرأه إن كانت عندك ذرة ثقة أن كتابك هذا من عند الله. أتحداك أن تقرأ أمام 7700 واحد نشيد الإنشاد. والله أنا على يقين إن شاء الله، سأستثني عشان ما يكونش علي يعني يمين، أنك لن تقرأ. تمام؟ تفضل اقرأ نشيد الإنشاد 7. نشيد الإنشاد 7 يا إخوة طبعا هذا جنس كتاب النصارى. هو يستحي أن يقرأه لنا فضيحة. روح اكتب بس على الجوجل، ترى الناس هيكتبوا على الجوجل، اكتبوا يا إخوة على الجوجل نشيد الإنشاد في كتاب النصارى، شوف الفضائح. لا تخلف بوعدك لتعطي صورة عن النصارى أنهم يخلفون بوعدهم. يلا افتح الصوت. راح أقرأ هسه. يلا بس من أخلص ما تخلصش تقرأ. أنا قرأت القرآن. تفضل اقرأ نشيد الإنشاد 7. اقرأ نشيد الإنشاد 7 وإلا ستنزل. يلا معك خيارين. تفضل اقرأ. تفضل بس انطيني وعد ما تنزلني ورا ما أخلص. ما نزلك ما دام قرأت نشيد الإنشاد 7 كله اللي هو تعتبره أنه هو وحي. تفضل. وعد ما تنزلني. ما نزلك ما دامك ما شتمت ولا شو هاي أجورهن. اسمعني، شوف الجبان، شوف لا يستطيع أن يقرأ. الأجور هي المهور، ما تهربش. اكتم عليه الصوت يا أخ محمد. يا راي كون رجل واقرأ نشيد الإنشاد يا راي.
يلا اقرا كل نشيد رجل. الفلك. مش حنزلك ما دامك لما سببت ولا شتمت ولا لفيت ودرت. تفضل وعد. يلا اقرا نشيد الانشاد 7. اسمع ثانية انطيني. يلا اقرا نشيد الانشاد 7. خلي طلعة اخي اصفعي. كويس. او طلع لك فازع شوفه حيعرف. كبر الصورة خلي اقرا. يلا كبر له الصورة يا اخ فازع خليه يشوفها. ما اجمل رجليك. دقيقة يا بنت يا بنت الكريم مشي شوية. دواء الفخذيك مثل الحلا صنعه يدي صناع. الحليب مش الحلى. حليب. حلي. حتى كتابكم ما تعرفوا تقرأوا. حبيبي بس يلا. انت بس طول بالك يا اخي. كمل يلا سراتك. لا تصير فيلسوف انت على كيفك. هسه افاجئك. كمل يلا سراتك. يا راي خلي بالك بالكتابة، شو اقرأ. مرتك كأس مو واضحة يمي من هيك مدورة لا يعوزها شراب ممزوج. بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن. ترياكي حلوة فازع قرب على عجبتني والله. ليش ده تضحك يعني انت هسه ترى كل من يعرف دينه ها. ده تضحك انت هسه. اقرا الوحي بتاع كتابك. يلا اقرا الوحي بتاع حبيبي كتابك. اذا انت بطل تعال ناقشني هسه اخلص وتعال ناقشني. اقرا. اقرا يلا اقرا كتابك يلا. هسه اخليك تدمع. يا عيناك بوي عادي حتى الهك دمع على الصليب. يلا هسه اخليك تدمع قدام 7 مشاهدين مال. دمع على طيب الصليب. اقرا يلا. دمع على الصليب الهك. يلا الهك دمع صار يبكي على الصليب الاله بتاعك. هسه خالد تريد هو تناقش. انت ليش عم تلف وتدور؟ بدك تكمل القراءة ولا ايش؟ شو وضعك انت؟ هاي تخافون مشكلتكم تخافون من دينكم طيب اقرأ، تخافون. هاي النشيد امامك اقرأ. يلا امشي يلا كبس تحت. امشي يا جبان كبس تحت امشي. يلا هذا هو كتاب النصارى يا إخوة. نشيد الإنشاد. معلش نحن يعني لأنه هو سباب شتام فاضطرينا ننزله. شفتوا بنفسكم كيف هو سباب وشتام فنزلناه. أنا اشترطت عليك أعطيتك وعد إني ما نزلك إذا ما سببت ولا شتمت ولا لفيت ودرت. حتى نص كتابك ما كملتش قراءته. أهم شيء قرأ كلمة ثدياكي. هذا أهم شيء. كتابهم هذا يا إخوة. اكتبوا على الجوجل نشيد الإنشاد ستجدونه سفرا مقدسا. هو لو كتابه حيقرأه يعني. شوفوا الفرق بين نعمة القرآن الكريم قبل قليل حين قرأناه وشفتوا كتابهم كيف يقرأ. كتاب النصارى. اكتبوا على الجوجل أو اليوتيوب نشيد الإنشاد واستعدوا لكتابنا. أنا لا أعطيكم معلومة خاطئة هنا اطمئنوا يا إخوة. صحيح نحن أحيانا نضحك ونلعب مع بعضنا وكذا بس في المعلومات لا يمكن أن نعطي معلومة خاطئة لأن هذه أمانة. لما أقول لكم هذا الكلام في كتاب النصارى معناه هو فعلا في كتاب النصارى. طبعا هم الناس مصدومين أكيد يعني. قال لك راح تدمع. أنت المعبود الذي تعبده صار يبكي على الصليب ويقول إيلي لما شبقتني إلهي لماذا تركتني على الصليب في إنجيل متى. أنت تعبد شخص كان يبكي أصلا. والله من بعد كلمة ثدياكي أنا خليك تدمع أنا. فبدأ يسب ويشتم لأن عارف إن نحن حننزله يعني. والله راح الإرسال عنده. النصارى لا يجيدون إلا السب والشتم يا إخوة. هذه خذوها قاعدة يعني.